السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بإذن الله هنعمل فكرة جميلة مع بعضنا. هنزين طابلو ديكوباج، هنزينه بورد السيراميك، او زي ما دايما بقول ان انا بحب ادمج الديكوباج مع حاجات من خامات البيئة، ممكن قشر البيض، ممكن من عجينة السيراميك. بحب ادمج حاجات معاه، ممكن عجينة القماش. فالنهارده باذن الله هنعمل الدمج بس بعجينه السيراميك. فانا اخترت الطابلو ده، طبعته وحطيته على شاسيه خشب، لزقته وعملت عجينه السيراميك. عملتها بالطريقه المطبوخه او اللي هي اللي على النار. فهاخد منها قطعه علشان اوريكم ازاي بيتعمل، ازاي هنعمل الفكره دي، هننفذها مع بعض. هاخد طبعا زي ما انتم شايفين كده ان العجينه جميله، ما بتلزقش في الايد، ولما بتتشد بتمط. دي اهم حاجه، تحس انها العجينه ناجحه معاك او معاكي عشان تبقى بالطريقه دي. فاحنا دلوقتي هنعمل ايه؟ انا اخترت ان انا هجسم الوردات دي، بس هجسمها بعجينه السيراميك مش بالورق. يعني احنا لما بنيجي نعمل ديكوباج مجسم بنجسم الورق ده 4 طبقات بورق بنفس الشكل. لا، انا هجسمه بعجينه السيراميك. فهاخد عندي طريقتين، اما ان انا اخد حاجه زي كده كوره، هكورها بالطريقه دي وهبدا اعمل لها البوز اللي احنا اتفقنا عليه ان احنا هنعمله بالشكل ده. بس بدل ما هعمل البوز هنا لفوق، لا هخليه لتحت كده. هبدا امسكها بايدي، البس النضاره، اخد المقص، وهنا 1 2 3 4 5 5 ورقات. هبدا ان انا اعمل ال5 ورقات. هقص كده ماشي. دي هعملها 3 كده، ودي 2 بنفس الطريقه دي. بس كان المفروض ان انا احط المقص في النشا. اوكي، بدأت ان انا اخد الطروف اللي انا عملتها واعملها بنفس الشكل ده كده بالظبط. هعملها كده عشان انا عايزاها تديني نفس الشكل. هاخد بقيه العجينه اوكي، اطبقها كده. لو العجينه طريه معايا زي كده مفيش داعي ان انا احط غيرها، لكن لو مش طريه لازم احط غيرها. بس انا هنا عشان هي لسه معموله ولسه شايلها من الكيس فهي ايه، طريه. فانا هحطها بالطريقه دي وهضغط في النص، وهحاول بقى ان انا اشيل الورق نفسه وابططه بايدي كده بحيث ان هو ايه، ياخد شكل الورقه الطبيعيه كده بالظبط. هشيل التانية، مش لازم يكونوا فوق بعضهم بالظبط. المهم ان انا عايزاها ما تبانش انها ملزوقه، انا عايزاها تكون عاليه شويه ومبططه وطالعه بنفس الشكل ده كده بنفس الطريقه دي بالظبط. اوكي، ده شكل. اما ان احنا نعملها كده او ان انا اعملها على ايدي واحطها زي الشكل ده. انا دي هنا عملتها على ايدي، عملتها بره وحطيتها وهي برضو طريه ونشفت. وهنا انا بوريها لكم لما نشفت بقت جامده ما بتتشالش من الورقه. اوكي، هي دي الورده اللي انا هعملها. وفي النهايه هديها نفس الشكل وهجسم ورق الشجر. ورق الشجر ده كله انا مش هعمله باسطمبه او مش هعمله بقطعه، انا هعمله بايديا. هوريكم برضو ورقه ازاي بتتعمل علشان نكمل وبعدين نرجع لكم بطريقه بسيطه جدا. انا باخد قطعه زي كده، بحاول ان انا ابرمها، اديها الشكل ده، واحاول ان انا اديها بوز من هنا بوز من هنا بالطريقه دي. هحطها وليكن مثلا الطريقه دي
افردها واديها نفس ورقة الشجر. دي ورقة الشجر. هاخد التولز ده او الاداة دي وهبدأ ان انا اعمل لها شكل كده، اديها نفس الشكل بتاع ورق الشجر كده بالظبط، واحاول ان انا اعمل دي كده شوية. ادي ورقة الشجر اللي انا هعملها. هنفذ كل ده وهنفذ الوردات دي بنفس الطريقة اللي انا قلت لكم عليها، اما ان انا بعملها كده او باخدها ورقة ورقة. برضو هوريكم الفكرة بتاعت الورقة ورقة عشان تعرفوها. ادي ورقة ورقة اللي انا وريتها لكم، هاخدها واعمل كده بالظبط واسيبها تنشف. اوكي، وهطلع حرفها بحيث ان انا اديها شكل بالظبط نفس الشكل ده كده، نفس شكل ورقة الورد نفسها. خلاص، هعمل كمان حاجة عشان اقرب لكم الفكرة. انا هعمل دي القلب اهي، ده القلب اللي انا هشتغل عليه، هلونه نفس طريقة القلب وهشتغل عليه. اوكي، فانا هعمل الورقة دي دلوقتي. هاخدها اعملها بايديا، هي العجينة طرية شوية معايا لانها لسه معمولة امبارح، المفروض تقعد يومين او كده. هاخدها كده، هطلع لها الحرف. انا بدي شكل نفس ورقة الورد بالشكل ده كده. اوكي، هبدأ ان انا اعمل كل الورق بتاعي نفس الطريقة دي. انا اوريكم طريقتين، اما ان احنا نعملها كلها ونعملها بالشكل ده، ولسه طبعا هندوس عليها لما بس ايه تنشف شوية. اديها نفس التأثيرات بتاعت الورقة بالشكل ده وهنا. اوكي كده بالظبط. وهبدأ اخد ورقة تانية بعملها وهحطها وهفرد، اطلع من هنا عشان تديني نفس شكل الورقة بالظبط كده، ولما تنشف هتدينا نفس الشكل. هاخد حاجة كمان كده ابططها بالطريقة دي واديها نفس شكل الورقة كده، واطلع الحروف بتاعتها واضغط. هعمل الحتة اللي هنا ورقة صغيرة كده بالظبط. هبدأ اضغط هنا واطلع الحرف. متهيألي مش صعبة خالص، منتهى السهولة. لما نيجي نلون هناخد نفس الالوان الطبيعية بتاعة الوردة، لان احنا مش عايزين نخرج بره اللوحة، مش عايزين نعمل حاجة من دماغنا يعني الوان تانية. ليه؟ عشان دي لوحة عالمية لازم نمشي على نفس النظام. هكمل الورود دي بنفس الطريقة دي، وكون العجينة مسكت معايا شوية لانها انا شايفاها انها طرية مش بالطريقة دي. هي حلوة وكل حاجة بس هي عايزة تقعد شوية، فهسيبها تقعد معايا شوية واكمل بقية الورود وهرجع لكم باذن الله. بس الاول كنت عايزة اوريكم حاجة عملتها. انا عملت الشكل ده، عملت نخليها كده. المنظر ده كان عاجبني جدا، فعملت الورد السيراميك جسمته بنفس الطريقه دي، وباذن الله برضو هوريكم هيتلون ازاي. اوكي، بس انا حبيت ان انا اوريكم. بص، عباد الشمس معمول بطريقه برضو يدوي من غير اي قطعات، نفس بنمشي على الورده نفسها، بكل فرع بنعمله زي الطريقه اللي انا وريتها لكم دي. بنمشي مع الورده وبنعمل الفرع بتاعها. ادي شكل الورده، بس لسه طبعا هتتلون باذن الله، وهديها نفس التاثيرات اللي هنا اللي موجوده دي بالظبط باذن الله. خلاص اوكي، يبقى انا هكمل وهرجع لكم باذن الله.
رجعت لكم تاني بعد ما كملت بقيه التابلو. عملت له كل مشيت عليه كله بالورد السيراميك زي ما انتم شايفين كده بالسيراميك. حتى كان فيه هنا كده زي جدار صغير برضو عملته بالسيراميك، وعملت زودت ورق الشجر لان ما كانش فيه كمية ورق الشجر دي، فزودتها علشان يعني تنطق اللوحة اكتر من كده. اوكي، فانا حبيت ان انا اجرب مع نفسي الالوان، لان طبعا انتوا شايفين ده البوستر الاساسي. انا جربت اللون ده طلع طبعا ان هو اغمق مش هو، فانا عايزه الدرجه دي بنفس تدرجات الالوان، فعملتها بالطريقه دي قدامك اهي ماشي. بس في مشكله هنا عندي، انا هنا ورق الشجر غامق جدا، انا مش عايزاه يبقى غامق كده، انا هفتحه شويه خلاص. فهوريكم دلوقتي ازاي هنلون. هاخد الفرشه. انا جمعت هنا مجموعه الوان، كنت بجرب اللون الفوشيا بس لقيته مش نافع مش حلو. اللي عجبني اللون الاحمر السك من الازازه اللي هي دي، انا بلون بالالوان دي. اوكي، خدت الاحمر، خدت ابيض بس الابيض ده اكريليك، لان الابيض البلاستيك بيغير ما بيبقاش شكله حلو، ونقطه برضو اصفر عشان هزود في القلب اصفر. فهلون دلوقتي ورده معاكم وبعدين نلون ورق الشجر. اوكي، هعرفكم هي بطريقه بسيطه جدا مش محتاجه يعني مجهود او كده. هاخد من الاحمر، هبدا امشي على الورق بتاع الورده نفسها كلها بالطريقه دي. في ناس بيقولوا لي احنا ما بنعرفش نلون، ما بنحبش حته التلوين دي لانها مش ما بتطلعش زي الطبيعيه بالظبط. فطبعا عمرها ما هتطلع زي الطبيعيه، بس احنا بنحاول ان احنا نديها نفس التأثيرات بتاعه اللي في البوستر، وهتشوفوا دلوقتي ازاي بتتعمل. خلاص، انا خدت الاحمر لونت بيه، هعمل الحرف ده عشان ما يبانش انه ابيض من ورا كده بالظبط. اكون حريصه جدا عشان ما بوظش او ما نزلش اللون على البوستر نفسه. خلاص، انا عملت كده بالظبط. وبعد ما عملت الاصفر ونقط الاسود دي، هيبقى فاضل لي خطوه واحده بس، ان انا اعمل الابيض. احط الابيض على الاطراف كده بحيث ان انا ادي حته الايه الظل والنور اللي احنا قلنا عليها قبل كده، وكمان هي موجوده لان هي الورده مش احمر خالص، بالعكس هي فيها داخل فيها اللون الابيض. فانا بحط في الاطراف والابيض، وبرجع ابص على البوستر اشوف الورده دي شكلها ايه. بلاقي فيها رتوش بيضة بالشكل ده، فبنفذها زي ما هي قدامكم كده. اكمل هنا رتوش بيضة الى حد ما بتطلع واخده نفس الشكل. انا نفذت دول ونفذت الورده دي، وفاضل لي هعمل له قدامكم ورده تانية. هاخد الاحمر هدهن بيه الورده. اوكي، احمر من العلبه على طول، لان هي انا لقيته هو ده اللون المناسب بالنسبه لي. هو المفروض يكون مايل لفوشيا شويه، لكن لما جيت احط له الازرق اللي هيخليه يميل للفوشيا حسيت انه لا مش هو دي الدرجه، فانا حبيته ان هو يبقى احمر. لان كمان عندي اللوحه هنا لما جت تطبع اتطبعت غامقه شويه، فدي طبعا عملت لي مشكله ان انا لازم افتحها. اوكي، فانا كده عملت ورده تانية بالطريقه دي بهدوء جدا عشان
ما ادخلش اللون، ما نزلش اللون على الورقة. اوكي ادي هاخد زي ما اتفقنا، هغسل الفرشة بتاعتي، انشفها. لا، كل ما اجي اخد لون لازم اغسل الفرشة. اوكي، فانا هعمل دي، ارفع لها لكم كده عشان تكون واضحة لكم. هاخد الاصفر، همشي في القلب كده كده بالظبط. مش عايزة اكتر الاصفر قوي، هو بس يا دوب يبين ان في القلب نقطة اصفر. ماشي، هاخد بفرشة تانية، هاخد بفرشة تانية الاسود، وهبدأ اعمل النقط اللي في القلب بطريقة عشوائية بالطريقة دي. يعني من تحت النقط هيبان الضي الاصفر، وهو نفس الدرجات اللي موجودة في البوستر الطبيعي الاصلي. اوكي، هبدأ الون معاكم ورق شجر علشان نشوف ازاي هنلونه، وبعدين بقى هبدأ انا اعيش مع اللوحة، الونها كلها، وبعدين ابقى ارجع لكم تاني. خلاص، انا هنا دلوقتي عايزة لون. انا خدت هنا نقطة اخضر او شوية اخضر، عايزة الدرجة اللي هيليق معاها درجة الاخضر المصفر، او ممكن ان انا اديها اخضر وامشي عليها بذهبي او بحاجة مصفر عشان يبقى فيها نفس درجات اللوحة. فهبدأ اخد هنا، هحط اصفر من الازايز العادية اللي انا بستخدمها دي، هاخد من الاخضر عشان اشوف الدرجة اللي انا عايزاها بالشكل ده. هجرب على ورقة واشوف ايه الاخبار، ايه الورقة اللي ممكن تكون ظاهرة. يعني ممكن اخد الورقة دي، اوكي، نفس الشكل ده، همشي عليها بالراحة جدا بالطريقة دي. انا بحب ورقة الشجر بتبقى واخدة كذا لون معايا، ما تبقاش واخدة لون واحد موحد. ليه؟ برضو عشان حتة الظل والنور. يعني الغامق ده حتة ظل، بيبقى فيه ظل، الفاتح بيبقى واقع عليه الضوء، فاحنا لازم نلتزم بحاجة زي كده. فهاخد من الاسود اغمق الاخضر اللي معايا، نقطة اسود اغمق بيها الاخضر اللي معايا، واعمل السيقان واللي في النص عشان يبان لي ان هو كأنه واقع عليه الضوء. اوكي ماشي كده بالظبط. وفي النهاية كده القلب اتغمق شوية. لما نيجي نعمل الغامق، الغامق ده لازم يكون يا اما هي السيقان نفسها او القلب. القلب هو اللي يبقى غامق والاطراف فاتحة. خلاص، فهنعمل دي ببقية اللون اللي معايا، ممكن ادمجه بلون فاتح بالطريقة دي. خلاص، بطريقة بسيطة جدا، مفيش اي مشكلة. الواحد بيحس باستمتاع وهو ماسك الفرشة وبيلون. بس هنا انا لقيت ان الاخضر ده غامق قوي مع الخلفية، فهعمل ايه؟ هبدأ اخد فرشة تانية خالص، انا بخليها للذهبي اللي هو المائي، بس انا كنت منتظرة ان هو ينشف شوية. فباخد الذهبي، باخد من الذهبي وبمشي، بس لازم اخفف الذهبي شوية عشان كده هيكتر. اوكي، الطريقة دي.
المفروض طبعا نستنى شويه لما ينشف، بس انا عشان عايزه اوريكم هيتعمل ازاي. كده لونا ورده او وردتين، لونا ورقه الشجر زي ما انتم شايفين كده، مديه تداخل الالوان الاصفر مع الاخضر، فمديه شكل حلو جدا. فهكمل التابلو وباذن الله هاجيلكوا برضو واحنا بنلون الجدار ده ونشوف هنعمله ازاي. لكن كل بقيه الورق الشجر والورد هيتلون بنفس الطريقه اللي انا وريتها لكم دي. وطبعا يا رب تكون باينه وواضحه قدامكم، وهرجع لكم تاني ونشوف هنعمل ايه مع بعض. دلوقتي انا عملت التابلو بنفس الشكل اللي انتم شايفينه. الورق الشجر بارز ناشف، مدي نفس الشكل. البوستر بالعكس كمان احلى، يعني انا شايفاه احلى بكتير جدا من البوستر. ده البوستر، لكن ده اللي احنا نفذناه مع بعض، انا شايفاه احلى بكتير جدا، مدي شكل حلو. الذهبي تاتشات الذهبي اديتها شكل حلو جدا. طبعا الخلفيه هنا حاولت ان انا افتحها شويه علشان ما تبقاش غامقه، يعني مغمقه لي التابلو كله. فكده انا خلصت التابلو. فاضل لي نقطه واحده او حاجه واحده، وهي الجدار اللي فوق. قلت ان احنا هنلونه مع بعض. فاخد دلوقتي فرشه اغسلها طبعا المكان اللي انا كنت عامله فيه. الجدار ده شكله في البوستر بيج، في بني، في اسود، فاحنا هنحاول ان احنا نديله نفس الشكل ده واحلى كمان باذن الله. خلاص، فانا هاخد البني، الونه بالطريقه دي. ادخل معاه الاصفر، لان انا مش عايزاه يبان، اولا انا مش عايزاه يغمق خالص، مش عايزاه يغمق، يعني مش عايزه البني يبقى اكتر عشان ما يغمقش. واحاول ان انا اخلي بالي هنا عشان الوردات اللي انا عاملاها ما تبص مني. اقرب شويه عشان نشوف. كده انا بقرب، يعني بحاول ان انا اعمله زي الجدار فعلا. اوكي، كده نفس الشكل ده. هسيبه ينشف شويه وبعدين اديله التاتشات الذهبي اللي احنا بنعملها، وهمشي على الوز ده او البط بالريليف الذهبي، وهرجع برضو اوريكم التابلو في النهايه باذن الله، واتمنى يعجبكم وتنفذوا زيه. وده التابلو بعد ما خلص، بعد ما اديته السبونشات الذهبي عند الجدار، وحاولت ان انا اعمل سبونشات برضو على ورق الشجر زي ما انتم شايفين كده. ده التابلو، اتمنى انه يعجبكم ويكون عند حسن ظنكم. وفي تابلو تاني عملته اللي انا وريته لكم قبل كده، اللي هو كان برضو بورد. الورد ده سيراميك، فلونت ورد السيراميك بالشكل ده، وعملت الخلفية تحت غمقتها شوية، وده الشكل النهائي ليه. وايه رأيكم في الفكرة ان احنا ندمج
الديكوباج مع ورد السيراميك. اتمنى اعرف تعليقاتكم، اعرف يا ترى حلو ان احنا ندمج الديكوباج مع ورد السيراميك ولا ما عجبتكوش الفكرة. فاتمنى اشوف اللايكات والكومنتات، ونورتوني وميرسي جدا.